البنت بتقرر انها تهرب من اهلها علشان تتجوز الشاب اللي بتحبه، لكنها بتكتشف عنه اسرار ما كانش لازم تعرفها ابدا. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف احداث فيلمنا النهارده. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها سيلي وهي بتكتب رسالة اعتذار لباباها وبتقوله انها تسيب البيت وهتمشي. وفي نفس الوقت ده بنشوف شاب اسمه باسكارو وهو بيستلم شنطة مخدرات من واحد زميله وبيكون واضح عليه التوتر. ولما باولو واحد من العصابة بيلاحظ ده وبيعرف انه لسه منضم ليهم جديد بيشك فيه، وعلشان كده بيضربه وبياخد تليفونه غصب عنه. ولما بيفتحه بيكتشف ان شكه في محله وانه كان متفق مع 2 اصحابه وهياخد المخدرات يبيعها ويسرق الفلوس ويهرب. ولما زعيمهم بيعرف ده بيدي امر لرجالته انهم يضربوه ويعملوا معاه الواجب علشان اللي حصل ما يتكررش مرة تانية. وفي الوقت ده بيجيله اتصال من شخص يعرفه، ولما بيرد عليه الشخص ده بيديله عنوانه وبيطلب منه يجي مع حبيبته لهناك، وبيقوله ان هو هيكون مستنيهم بعربيته. وبنعرف انه ناوي يهرب مع ليا حبيبته اللي بتكون سابت البيت علشان يتجوزوا بعد ما باباها رفض انه يجوزه لها. وفي مكان تاني بنشوف مرسي عم سيلي وهو مكتف زميل الشاب اللي بنت اخوه هربت معاه، وبيطلب منه يعرفه مكانه علشان ما يضطرش يأذيه. ولما بيرفض انه يتكلم وبيصر على انه ما يعرفش اي حاجة عنه ولا حتى يعرف اسمه وان علاقتهم كانت سطحية، فسايلنت اخو مثلي بيخرج خنجر من معاه وبيخلص عليه من غير تردد وهو بيبصله بنظرات شر، وبيكون واضح خوفه الكبير على اخته. وعند باسكار بنشوف زعيم العصابة وهو بيقطع له شعره وبيطلب منه يروح يسلم الشنطة ويجيب الفلوس لو مش عاوز يموت على ايديه، فبيوافق وبيتوعد لباولو بانه هينتقم منه وهيقتله بنفسه. وعند مرسي بيجيله اتصال من واحد من رجالته اللي بيدوروا على سيلي وبيقوله انهم دوروا في كل مكان ممكن تهرب فيه هي وحبيبها لكنهم مش لاقيين ليهم اي اثر. وفي نفس الوقت ده بيلاحظ هو وسايلنت ان في اشخاص بيراقبوهم من بعيد، فبيفهم ان مارتن المنافس بتاعه في تجارة المخدرات هو اللي بعتهم، وعلشان كده بيتصل عليه وبيقوله ان الشجاعة مش انه يستغل فرصة انه واقع في مشكلة تانية ويبعت له رجالته، وبيقوله انهم للأسف هيرجعوا له جثث، وبيطلب منه يتقابلوا تاني يوم الساعة 10 علشان يصفوا اللي ما بينهم. وفي نفس الثانية دي بنشوف سايلنت وهو بيخلص على معظم رجالته، والباقيين بيخافوا من اللي عمله في اصحابهم فبيقرروا انهم ينقذوا نفسهم ويهربوا. وعند باولو بنشوف زعيمه وهو بيطلب منه ينفذ اللي اتفقوا عليه بالحرف، وبنعرف انه متفق معاه يخطف ليا بدل ما يهرب معاها، وده لانهم بيكونوا بيشتغلوا في خطف البنات، وانهم بعد كده بيبتزوهم بصورة مش كويسة وبيضغطوا عليهم علشان يشتغلوا في الملاهي الليلية لحسابهم. ولما مارتن بيعرف انها هربت مع الشاب اللي بتحبه بيطلب من رجالته يلاقوها في اسرع وقت، وبيقول لهم يدوله المبلغ اللي عايزه مقابل انه يسيبها لهم علشان يستغلوها ويهددوا اخواتها بيها. وفي نفس الثانية دي اخو مرسي بيرن عليه وبيقول له ان سيلي بنته لسه ما رجعتش، فبيكذب عليه وبيقول له انها عند صاحبتها وانه رايح يجيبها، وبيقول له انهم هيرجعوا مع بعض، لكنه ما بيكونش مطمن لان دي مش عادة بنته تفضل بره الوقت متأخر زي ده، وعلشان كده بيروح بنفسه لبيت صاحبتها. ولما بيسألها عنها بتقوله انها ما شافتهاش بقالها كذا يوم، وبتقوله انها لو اتواصلت معاها هتبلغه. ولما بتلاحظ قلقه بتطمنه بانها ممكن تكون عند حد من اصحابهم التانيين وبتستأذن منه وبتمشي لانها بتكون مسافرة مع عيلتها. وبنلاحظ في الوقت ده ان باولو واقف في نفس المكان، وفي نفس الثانية انو بنته التانية بتتصل عليه وبتقوله ان سيلي هربت مع الشاب اللي بتحبه، وبتقوله انها حذرتها لكنها ما سمعتش الكلام، وبتعرفه انه شخص مش كويس وممكن يأذيها، وبتطلب منه يتصرف ويرجعها في اسرع وقت. ولانه بيكون فاتح السبيكر فباولو بيسمع كل كلامهم، وفجأة المكالمة بتفصل من عندها، وبنشوف اثار دم على ايد باولو، وبنشوف باباها بينزف في الكرسي اللي ورا من العربية. ولما بيروح ياخد ليا من المكان اللي اتفقوا عليه بتلومه لانه اتأخر، وبتقوله انها افتكرت انه ضحك عليها ومش هيجي، فبيعتذر لها وبيقول لها ان كان في حاجة لازم يعملها الاول قبل ما يسافروا. وعند مارتن مساعده بيعرفه انه تواصل مع حبيب سيلي ووافق يسلمها لهم لكن مقابل مبلغ كبير، فبيقوله هو مبسوط يديله المبلغ اللي طلبه وزيادة، وبيتصل على مرسي علشان يستفزه وبيعرفه انها موجودة معاه وانه لو عاوزها يبعت لهم سايلنت اخوها ياخدها بنفسه وما يجيش معاه، وبيقوله ما يجيبش حد معاه لانه لو عمل كده هيقتلها قبل ما يشوفها. فبيوافق سايلنت على كلامه وبيرفض يسمع لعمه اللي بيكون عاوز يبعت له رجالتهم علشان يتأكدوا الاول انها معاهم، وبيقرر يروح لوحده. وفي نفس الوقت ده باولو بيقابل كمين فبينزل ليا في نص الشارع وبيطلب منها تكمل طريقها مشي ويتقابلوا في آخر الشارع. ولما الضابط بيسأله هو واقف بيعمل ايه في المكان ده ما بيردش عليه،
ولأن الضابط بيكون على معرفة بزعيمه وبيسمح له يمشي، وبنعرف من كلام الضابط مع مساعده إنه باولو اتسجن فترة كبيرة لأنه قتل والده، وإن الكلام ده حصل لما كان عنده 10 سنين، وإنه قتله بالغلط لما كان بيحاول يدافع عن نفسه في الوقت اللي كان بيضربه فيه، وبسبب ده بقى شخص منبوذ والناس بقوا شايفينه مجرم وما يستاهلش يتعامل زي باقي الناس، وفشل في إنه يلاقي شغل يصرف منه على نفسه، فاضطر في النهاية إنه يمشي في طريق مش كويس ويشتغل مع العصابات في بيع الممنوعات. وبنعرف في الوقت ده إن ليا اتخطفت وهي بتعدي الشارع من باسكار اللي بيكون عاوز ينتقم من باولو فيها، ولما سايلنت بيوصل للمكان اللي مارتن طلب منه يجيله فيه، مارتن بيخلي رجالته يستهزئوا بيه وبيهنوه بكلامهم لأنه أبكم، وبيفضلوا يضربوا فيه بعنف وهم مستمتعين لأن كل مرة كان هو اللي بيضربهم ومحدش منهم كان بيقدر عليه. وعلى الرغم من إنه يقدر يسكتهم ويخلص عليهم، إلا إنه بيقرر يستحمل كل اللي بيعملوه علشان لو أخته معاهم فعلا ما تتقتل. وعند ليا باولو بيوصل لمكانها في الوقت اللي صديق باسكار بيقرر يعتدي عليها وبينقذها، وفي الوقت ده بيكون ضباط الشرطة اللي مسؤولين عن مراقبة المكان واقفين يرقصوا تحت المبنى، وبيخرج خنجر من معاه وبيكون هيقتل باسكار، لكن ليا بتفوق في نفس اللحظة دي فبيقرر يسيبه علشان ما تخافش منه. ولما زعيمه بيعرف انه خدعه ومش هيجيبها له زي ما اتفقوا، بيهدده بانه هيقتله لو وقع تحت ايديه، وبيديله فرصة تانية لحد تاني يوم يغير فيها رأيه، ومقابل ده هيضاعف له الفلوس اللي اتفقوا عليها. وفي نفس الوقت ده بنشوف رجالة مارتن وهم بيضربوا سايلنت، وبيكون مارتن لسه هيخلص عليه، مرسي عمه بيوصل على آخر لحظة وبيوقفه وبيقول لسايلنت إن أخته مش معاهم، وبيقول له يقدر يعمل فيهم اللي هو عايزه، وبيطلب منه يخلص عليهم، وفعلا بيقوم من على الأرض وهو بينزف وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، على الرغم من إنه بيكون متصاب بكذا جرح. وعند باولو بيلاحظ إن ليا عندها برد وتعبانة، فبيطلب منها تستناه في العربية وبينزل علشان يشتري لها أدوية، لكن لسوء حظه إنها بتمسك التليفون وبالصدفة بتشوف الرسائل اللي ما بينه وما بين الزعيم بتاعه، وبتفهم إنه ما بيحبهاش وإن خطته يخطفها علشان يستغلها، وإنه بكده يقدر يكسب فلوس كتير من وراها. فبتنهار لأنها بتحبه بجد وبتفضل تعيط لحد ما بيرجع وهو جايب لها الأدوية اللي بيكون حاطط من ضمنهم منوم، وبيخليها تاخدهم كلهم. وفي نفس الوقت ده بيجي اتصال لمرسي من واحد من رجالته بيعرفه إن في شخص شاف سيلي في مكان قريب من الصيدلية. وفي مكان تاني بنشوف شاب اسمه ساتش وهو داخل مع سيلي لشقة فيها مجموعة شباب، وبيقول لواحد منهم إنه نفذ اللي اتطلب منه وبياخد منه مخدرات وبيمشي. ولما سيلي بتحاول تخرج معاه بيقول لها وهو بيضحك إنها مغفلة وإنه خدعها بالحب علشان يسلمها للزعيم بتاعه ويخلوها تشتغل لحسابهم في الملهى الليلي. ولما بتفضل تترجاه ما يعملش فيها كده لأنها بتحبه بجد، لكنه ما بيتأثرش نهائي وبيسيبها وبيمشي وهو مبسوط بالمخدرات اللي أخدها كمكافأة. وفي نفس الوقت ده بنشوف باولو وهو بيفتكر لما تقدم لليا علشان يتجوزها ورفضوه وأهانوه بكلامهم، وإن قال له إنه استحالة حد يوافق يجوز بنته لواحد قاتل لباباه. وعند سيلي بنشوف الشباب اللي ساتش سابها لهم وهم بيضربوها علشان رافضة تلبس اللبس وتروح الملهى الليلي، فبتضطر إنها توافق وبتنفذ اللي طلبوه منها، لكن بتخليهم مش واخدين بالهم وبتسرق مسدس واحد منهم وبتخلص عليهم كلهم وهي مقررة تنتقم. وعند باولو بنشوفه وهو قاعد يتكلم مع متسول في الشارع في الوقت اللي بتكون ليا نايمة في العربية بسبب المنوم اللي أخدته. وفي الوقت ده باسكار بيوصل مع أصحابه ورجالة مأجرينهم علشان يقتلوا باولو، فبيطلب منهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه لكنهم ما يأذوش ليا، وبيسمح لهم انهم يضربوه. لكن اول ما بيشوف واحد منهم رافع السكينة عليها، باسكار بيقول انهم هيعتدوا عليها وهيبتزوها وهيخلوها تشتغل في ملهى ليلي، فبيفقد اعصابه وبيقتله وبيضرب رجالته واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم. وبعد كده بيرجعها لبيت باباها في الوقت اللي بيكون نايم فيه، وبيفضل يعتذر لها وبيسيبها في اوضتها وهو منهار، وبنعرف انه قرر يتخلى عنها علشان ما يضرهاش معاه. ولما بيشوف باباها نايم بيقوله انه ما كانش شخص وحش زي ما هو فاكر، وبيطلب منه يهتم بيها ويجوزها لشخص يقدر قيمتها، وبيسيبه وبيمشي، وبيفضل يفتكر في ذكرياتهم مع بعض. وعلى الرغم من ان هدفه في البداية انه كان يخليها تحبه علشان يخطفها ويبتزها تشتغل لحساب العصابة اللي بيشتغل فيها، الا انه حبها بجد، وانه علشان كده غير رأيه. وبنعرف انه ما اذاش والد سيلي، وانه قلبه وجعه ووقع فجأة على الارض وتصف دماغه فنقله للمستشفى. وفي الوقت الحالي لما بيروح يقابل الزعيم بتاعه بيكون معتقد انه هيخلص عليه زي ما هدده، لكنه اول ما بيحس انه بيحبها بجد بيطلب منه ما يضيعهاش من ايديه ويروح يعتذر لها، وبيقول له يطلب منها يبدأوا صفحة جديدة مع بعض وهي بتحبه فأكيد هتسامحه. وبيفضل يضغط عليه علشان يروح لها، وبيقول له انه لو اتخلى عنها مش هتقدر تعيش من غيره،
وإنها بعد كده في النهاية هتنتحر. وبيقتنع باولو بكلامه وبيكون هيعمل كده فعلا، لكن لما بيعرف إنه عاوز يروح معاه بيفهم إنه بيضحك عليه بالكلام علشان يعرف مكانها ويخطفها هو، وعلشان كده بيضربه وبيسيبه وبيمشي وهو بيفتكر ذكرياته معاها، وفي النهاية بيقرر ينهي حياته. وفي نفس الوقت ده سايلنت بيقدر يوصل لمكان أخته، ولما بيحاول يطمن عليها بتبعده عنها بعنف وبتقول له إنها مش عايزة تشوفه مرة تانية، وبنعرف إنها ما بتحبوش لأنه من أم تانية، وبسبب ده عمها بيتعصب عليها وبيضربها بالقلم، وبيقول لها إنه قلب الدنيا علشان يلاقيها وكان هيضحي بنفسه علشانها. وبيقول لها سايلنت بلغة الإشارة إن لما والده اتجوز من والدتها وخلفها كان بيحبها جدا، على الرغم من إن والدتها ما كانتش بتعامله كويس، وإن باباه كان بيفضلها عليه لأنه أبكم، وبيقول لها إن حتى لو كرهته بسبب كلام والدتها عنه فهو هيفضل جنبها وهيحميها بحياته. وبسبب ده بتنهار وبتفضل تعتذر له وهي متضايقة من نفسها على معاملتها ليه بشكل مش كويس. وفي نفس الوقت ده بيشوفه ساتش وهو بيجري في الشارع من غير الهدوم بتاعته، وبتظهر واحدة من البنات اللي ضحك عليهم وبتخلص عليه. وبعد فترة باولو بيشوف والد ليا وهو قاعد في الشارع وبيكون واضح إنه اتجنن، ولما بيروح يتكلم معاه بيفضل يعتذر له كتير وبيقول له إنه ما كانش ينفع يمنع جوازه من بنته. وفي النهاية باولو بيعرف من أخوها إنها ماتت، ولما بيعرف إنها ماتت لأنه لما ادالها الأدوية اللي كان فيها منوم أخدتها كلها بعد ما عرفت اللي كان ناوي يعمله فيها، فبيدي لأخوها الفيزا بتاعته والرقم السري وبيطلب منه يسحب كل الفلوس اللي فيها، وبيقول له يهتم بوالده وبينط من فوق المبنى وبيموت. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن نهاية كل شر فهي شر أكيد. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.